ازيكم يا حلوين، يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفتنا هي الكشري المصري. بجد بكل تكاته وبكل حركاته، وكمان زي بتاع المطاعم واحسن كمان. ويعني كل حاجه فيه، حتى البصل او الورد زي ما بتقولوا طالع مقرمش جدا. الصلصه طعمها رهيب بجد. يعني كل حاجه فيه بجد. تعالوا بقى اوريكم عملناه ازاي. اول حاجه خالص بنبدا بيها البصل، ايوه زي ما سمعتوا هنقطع البصل جوليان زي ما انتم شايفين كده. يعني على قد ما قدرت حاولت ان انا قطعته رفيع جدا. يعني وكمان هنجيب طاسه على النار، او صينيه زي ما انتم بتحبوا، بس انا استعملت الصينيه لان انا كده كده هسوي فيها بعدين. يعني هوريكم هعمل فيها ايه. بنحط حبة زيت كده محترمين، يعني مثلا ربع كوباية زيت مثلا، او نص كوباية زيت، وبرده مش هنرميه، لا احنا هنستعمله. فمحدش يقولي مثلا الزيت غالي مش عارفه ايه، لا كده كده هنستعمله، مفيش حاجه هنرميها يعني، او مفيش حاجه هتكون مركونه يعني. هنبدا ان احنا ننزل البصل كده زي ما انتم شايفين اللي احنا مقطعينه. وهنبدا ان احنا نحاول طبعا في زيت سخن، طبعا لازم يكون الزيت سخن جدا. وبعد ما الزيت ما يكون سخن جدا وننزل فيه البصل بتاعنا، بنبدأ ان احنا نهدي النار شوية، يعني تكون نار متوسطة. ونبدأ ان احنا زي ما انتم شايفين كده بالسباتولا بتاعتنا، نبدأ نفرط البصل عن بعض في الزيت، بحيث ان هو يكون يعني كل واحدة لوحدها. مش هي دي الخطوة الأولى لتحمير البصل، لأ في خطوة تانية، ودي أحسن بجد وأطعم خطوة أنا توصلت لها. بتخلي البصل مقرمش جدا، وكمان لونه ذهبي. وزي بتاع المحلات بالظبط، من غير بقى لا نشا ولا ملح ولا اي حاجه. هو البصل كده زي ما انتم شايفين كده. انا كنت عملت الخطوه التانية على طول. هقول لكم هي بتتعمل ازاي عقبال ما نعمل باقي الكميه بتاع البصل، لان انا كنت عامله بصل كتير. الخطوه التانية هي بنجيب زيت غزير اكتر من ده، يعني في طاسه بقى عاديه اللي احنا بنقلي فيها بنحمر فيها البطاطس او كده. وبنبدا ننزل حبه بسيطه قوي من البصل بتاعنا، يعني يكاد يكون ايه، يعني زي ما بنقول كده تنتوفة كده من البصل. بنبدأ ان احنا ننزله، وبعدين ايه، اقل من 3 ثواني وبنروح مخرجينه تاني، بيكون البصل مقرمش. البصل لما بيتحمر على مرحلتين، والمرحلة التانية بالأخص تكون البصل مفرفط فيها، بيكون متحمر ومقرمش جدا جدا جدا، وبيطلع باللون الذهبي زي ما انتوا شفتوا في أول الفيديو. بعد كده بنفس الطاسه اللي احنا عملنا فيها هنقلل حبه الزيت اللي احنا كنا قالين فيها، او الصينيه اللي احنا عملنا فيها البصل في الاول. هنقلل كميه الزيت، نخلي مثلا يكاد يكون 3 معالق زيت بس، ونحط الزيت على جنب، ونخلي فيها حبه من البصل اللي احنا حمرناه لحد ما ياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللون اللي هو البني. وننزل عليه بنص كوبايه من الشعريه. تمام. المراحل اللي انا هقولك عليها دي، عايزه تزودي عايزه تقللي على نفس المقادير دي، حاولي ان انت ايه تسستمي الدنيا عندك. وبعدين هننزل بكوبايه من الرز، يعني نفس الكوبايه اللي عايرنا بيها نص كوبايه من الشعريه، هنعاير بيها كوبايه من الرز. تمام. هنا دي كانت نفس الكوبايه برضو كنت معايره بيها العدس بتاعنا، وكنت حطاه في ميه مغليه، مش سلقاه، حطاه في ميه مغليه بس، يعني جايبه ميه مغليه من البويلر او مثلا من الحنفيه. وحطاه فيها نقعاه فيها مثلا ربع ساعة. وبعد كده هننزل بيه زي ما انتم شايفين كده على الشعرية والرز. يبقى كوباية من الرز، كوباية من العدس، نص كوباية من الشعرية. طبعا انت مش بتحبي العدس قوي او مش بتحبي طعمه يكون واضح قوي، عادي ممكن تقللي. التوابل بتاعتنا هتكون عبارة عن ملح وكمون فقط لا غير. دي المكرونه سلقناها زي ما انتم شايفين كده، مفيهاش اي حاجه. بنحط ميه على ملح على حبه زيت، والحبه بتاع الزيت بتاع اللي احنا كنا قاليين فيه البصل وحاطينه على جنب، هناخد من 3 معالق ونحطها على المكرونه. عرفتوا بقى احنا عملنا ليه البصل في الاول؟ بجد بيخليها مفلفله ورهيبه ولونها كده يعني، تحس ان هي كده بتلمع كده زي بتاع المحلات بالظبط، زي ما بنشتريه، مش هو مش بيكون معجن. وطبعا المكرونه احنا مش هنسويها قوي، يعني زي ما انتم شايفين كده تكون يعني الدنتي، ما تكونش مستويه خالص توصل لدرجه الاستواء. هنعمل الصلصه بتاعتنا تبقى عباره برضو التوابل عن كمون وفلفل اسود ورشه بسيطه من الملح وبابريكا.
هنحط الزيت زي ما انتم شايفين كده، احنا ما استغنيناش عن الزيت خالص زي ما انتم شايفين. وعلى فكره لو فاض معاكم من الزيت الطاسه التانية اللي احنا قلنا هنحمر فيها بقى البصل، عادي بنحطه في بطرمان، بنصفيه وبنحطه في بطرمان، وبنرجع ان احنا نتعامل بيه تاني في اي اكله. بجد بيبقى طعمه عامل يعني زيت بصل، انتوا متخيلين طعمه عامل ازاي في اي اكل احنا هنعملها. وكده كده احنا لا غنى عن البصل او الثوم. الصلصه بتاعت الكشري هي ما بتحتاجش غير توم بس، مش بتحتاج بصل خالص. فمثلا 4 أو 5 فصوص من التوم الكبار هنبدا ان احنا نفرمهم زي ما انتم شايفين كده، وفي الزيت بتاع البصل اللي احنا اتفقنا عليه هننزل على عليهم بالتوم بتاعنا لحد ما يتشوح كده وياخد لون كده يعني حلو. وننزل عليهم ب3 معالق كبار من الخل، وبعد كده صلصه الطماطم بتاعتنا او الطماطم بتاعتنا المضروبه.